شايلها أعصابي شايلها، هو جارح عيني وجاني كاحلها، جاني كاحلها. الليل يجرحني بكرة يصالحني، يا عمري ريحني والغيرة بطلها. شاعلها شاعلها أعصابي شاعلها، يا يما شاعلها. الله سمع صوت. يسعد صباحك شذا حسون، وكل عام وانت بألف خير يا رب. بألف خير وعيد مبارك سعيد لكم على الجميع، وطبعا لكل الناس اللي اليوم دا يشوفونا، وسعيدة أكون وياكم. الله يخليك. يعني افتتحتي لنا بآخر أغنية لك أبدعها، يعني صراحة أبدع فيها كثير كريم العراقي، صاغها بكلمات جميلة ولبسها أحلى فستان فايز السعيد. نوجه لهم طبعا لهم تحية ونبارك لهم بالعيد. أكيد، وأبارك لهم بعد، وأبارك طبعا كمان للمخرج العراقي الرائع اللي أحبه هو ياسر الياسري، اللي كمان أبدع بتصوير الأغنية. كليب كان جميل. احنا كنا بنتكلم عن نشاطاتك في العيد، بس دام انك ذكرتي الفيديو كليب وياسر الياسري، هاي الاجواء اللي رجعت فيها يعني روان العراق القديم. يمكن ما لحقت عليه، ويمكن احنا كلنا ما لحقنا عليه، لكن شفناه بصورة مخرج شاب كأنه عاش هذيك الأيام. صحيح. يعني الكليب زائد العيد ذكرك بالعراق، أكيد. بالشعب العراقي كيف يعيش الآن العيد؟ شوف، رغم كل شيء الشعب العراقي في كل عيد يحاول يحتفل به بقدر اللي السعادة أو قدر لازم يحتفلون الأهالي، يحب الحياة، الناس يحبون الحياة. تعرف بالأخير الشعب العراقي شعب فرح جدا، صح. يحب الحياة، يحب الفن، يحب الموسيقى. فأني أهديهم طبعا هذه الأغنية كلهم، وأقول لهم يا رب بلدنا يرجع أحسن وأحسن، وكلنا نرجع لبغداد، نرجع للعراق. آمين. هو كل عيد يكون أفضل من اللي قبل بصراحة في العراق، وإن شاء الله إن شاء الله الأمن والأمان يا رب يعمل العراق وكل الدول العربية. خبرينا كيف لما صوتي هذه الأجواء، هل ممكن تكرريها مرة ثانية ولا هي تجربة واحدة بس؟ أكيد أكررها. هي أنا سويتها لأن أول شيء الأغنية ساعدت هواية، وهي فكرة أنه أسوي فد شيء للعراق. يعني اتفقنا عليها أنا وياسر اشتغل عليها بحبكة رائعة جدا. كل ديتيل بهذا الصينية مثل ما نشوف العباية، يعني كل شيء، يعني كل الديتيلز اللي سواهم. يعني حقيقة اكو هواية اشياء، مثلا اكو اشياء ما كنت اعرفها من قبل، بس بفضل ياسر يعني الحمد لله يعني تعرفت عليها اكثر واكثر. ياسر مبدع ما شاء الله عليه. احنا شفنا شذا في الكليب، غير ان هي مطربة ممثلة. والحين في قنوات خاصة كثير عراقية قاعدة تنتج اعمال درامية لرمضان وغير رمضان. ما خلاتش الكليب تفكرين في التمثيل؟ انا سويت مسلسل قبل سنتين، صورت مسلسل كان بطولتي المطلقة. بس من هذاك النهار حلفت ما بقى اسوي. ليش؟ متعب. صعب، متعب التمثيل. سأليني. يعني انا افضل اطلع مسرح اغني، وصلتي اغنيه حتى اغني 3-4 ساعات بالاخير. هذا انا اللي احب اسويه بالضبط. اذا شيء تحبينه ما يعني ما اريد ادخل في مهنه احد ثاني، حتى اذا عندي موهبه معينه، بس يعني احب هذه الموهبه اسويها في كليباتي مده 4-5 دقائق بكفي في يومين ونخلص. فعلا. ان شاء الله خلال الكم يوم الجايين، تحديدا تاريخ 11/9/2011 راح ينزل البومك ان شاء الله للسوق. خبرينا اكثر. احنا اللي عرفنا انه في درزن اغاني 12 اغنيه بالضبط. في 12 اغنيه. الالبوم مثل ما قلتي 11/9. تعاونات جميله وكبيره مع فنانين كبار، اولهم اللي احب اعايدها وحبيبتنا كلنا ست احلام. اكو اغنيه ملحنه لي هي اول مره تلحن، من كلمات طبعا الفنان عبد الله بودلة. حتكون هي اول تراك بالالبوم. اكو هواية تعاونات مع اكيد الفنان عبد الله رويش بعد، الفنان الكبير مسوي له اغنيه بالالبوم. الفنان حاتم العراقي، الدكتور عبد الرب ادريس، استاذ الفنان العزيز عصام كمال. يعني هواية فنانين ما اريد انسى احد. عفوا اسماء كبيره ما شاء الله. اسماء الحمد لله. اكيد. وهي مو يعني حتى مو بس اسماء، يعني في مثلا ست احلام اول مره بدها تلحن، بس مو يعني يقولون مثلا ما حب يقولون لا انه ممكن الاغنيه، بس احنا اختارينا الاغنيه. حتى ست احلام كانت حريصه جدا انه ما تعطيني بس اي اغنيه، يعني حاولت انه نسوي اغنيه اعلاميا، وحتى الاغنيه نفسها تكون تسوي خاصه اول مره، يعني ما تبي أول اول مره عمل. بهذه الطريقه.
شعلها راح تكون موجوده في الالبوم ولا لا؟ حتكون موجوده. يعني انت شعلتها في 11/9 الذكرى العاشره لهجمات 11 سبتمبر، اخترتي هالذكرى هذه؟ انا اخترت هذه الذكرى حتى نغير شوي الفكره الناس بهذه الذكرى بالضبط. ان العرب المسلمين ممكن يعني ممكن يكونوا ممكن يفرحون في هذا اليوم. في هاليوم. ضمينا صرنا كلنا يعني سواسي للاسف في 11 كلنا سبتمبر. بسفينه واحده. شذا يعني انا صار عندي صراحه فضول اني اسمع ولو مقطع بسيط من الاغنيه، ما ادري لنا الحق ولا تبغى اغنيه تختبري شنو؟ فيها؟ اغنيه اي اغنيه من الالبوم؟ تلحين فاهد. تراك 1. تراك 1. اوكي راح اغني مقطع هي اسمها عشان اقول. هذه حصريه. مو قادر اقول لك روح ولا قادر اصيد عنك، يا الله قول لي ما بيك عشان اقول جات منك. مو قادر اقول لك روح ولا قادر اصيد عنك، يا الله قول لي ما بيك عشان اقول جات منك. الله يسمع الصوت. هذه احلى فيها فيها باقي نسمع التوزيع. بس الألبوم إن شاء الله. نبي الصدق لما سمعتش الاغنيه شرطت عليك انها تكون موجوده معك في الاستديو ولا قالت غنيها بطريقتك يا شذا؟ يعني اقول لك شيء، هذه الاغنيه ما تسوت في يوم وليله طبعا. شغل. يعني هذه اخذت شغل، وموزع اول ما عجبها والموزع ثاني الى ان اختارينا الموزع مدحت خميس اللي هو وزعها. حلو. طبعا مصر. كل هذه الاغنيه باشراف الفنان الكبير ناصر الصالح اللي هو اشرف على الاغنيه. وطبعا ما راح انسى الفنان الكبير الاماراتي خالد ناصر اللي هو اخذ لي تيك صوت وبطلب من الفنانه احلام. يعني هي طلبت لانه هي ما قدرت تجي هنا وانا ما قدرت هذيك الفتره، فهي اتصلت فيي قالت لي شو رايك ياخذ لك الاستاذ الفنان الكبير خالد ناصر. يعني مخدره هذه الاغنيه على قولة العراقي. ايوه مضبوطه. مضبوطه. لا اكيد. حلو، في انتظار اكيد باقي ايضا الاعمال. بما نحن في العيد واجواء العيد وما شاء الله مبين الجدول عندك مزحوم، خلينا نتكلم عن اول حفله راح تكون ان شاء الله هنا في دبي. نعم. وبمشاركه ايضا راح يكون معك فنانين اثنين من لبنان. راح اخليك تخبريني. الحفله الاولى حتكون ان شاء الله 1 شهر، يعني عقب باكر، مع الفنان وائل كفوري والفنان ايمن زبيب في دبي. والحفله الثانيه حتكون مع حبيب قلب كل السعوديين وكل الخليجيين الفنان رابح صقر في بيروت ان شاء الله 5 شهر في فندق فينيسيا. يعني ما بين دبي وما بين بيروت. اوكي، يعني بتقدمين حفله مع فنانين لبنانيين، كل الجمهور راح يكون اغلبيته يعني من لبنان او من الشام. وهنا وبعدين وفي دبي بعدين بتروح لبنان عشان تقدمين للخليجيين. تختلف نوعيه الاغاني اللي تختارينها لما أكيد. بين الجمهورين؟ اكيد. يعني الاغاني اللي انا محضره ببيروت غير اللي في دبي غير عن الاغاني اللي محضره. على الناس اللي بيحضرون هنا بعدين يسافرون الله يعطيك العافيه. اكيد نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله شذا، وايضا نتمنى لك التوفيق في تصوير الفيديو كليب القادم. حسب ما عرفنا راح تصور ان شاء الله. حيكون في فيديو كليب ان شاء الله حيصور مع المخرجه ليلى كنعان. حلو. في بيروت لوحده من الاغاني اسمها علاء الدين. تمام، حلو. تحمسنا صراحه الالبوم وتحمسنا اكثر للكليب ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. وراح نختم مع اغنيه من اختيارك، بس شيء كذا ما حد سمع من قبل بعد بالالبوم. احنا طماعين شوي. اوكي راح نسوي اغنيه من الالبوم. حرقنا الالبوم احنا بس. لا احنا نروج الالبوم. صباح الخير. لا اليوم ليله عيد والناس تستاهل. تسلمي. راح نسوي أغنية ملحنها طبعا الفنان حاتم العراقي، كلمات كاظم السعدي، تقول أحبك وانت زعلان، أحبك وانت راضي، ولو عشرتك وياي حد من سيف ماضي، إذا تزعل أراضيك وإذا تفرح أهنيك،
إذا تزعل أراضيك وإذا تفرح أهنيك وإذا متعبك ماضيك منو الما عنده ماضي وإذا متعبك ماضيك منو الما عنده ماضي منو الما عنده ماضي كلهم عندهم ما عنده ماضي. الله الله الله، يعطيك العافيه. قلبي مواجع الناس يا الاغنيه. يعطيك العافيه شكرا جزيلا. الله يسلمكم وشكرا جزيلا. بالتوفيق ان شاء الله. يسلمك. مشاهدينا، الاحتفال بالعيد فرصه